أول ما خلق الله من البشر كان هو نبي الله آدم أبو البشر. في البداية من بعد ما خلق الله سبحانه وتعالى ما خلق من السماوات والأراضين والملائكة، وربما حتى شي أشياء أخرى ما ذكراتش. خلق الجن قبل ما يخلق الإنس، فإذا بهم كانوا كيقتلوا كيعيثوا في الأرض الفساد، فربي رسل عليهم جنود من الملائكة قتلوهم وجلوهم على الأرض بعيد في الجزر والبحار. ربي خبر الملائكة باللي غادي يجعل في الأرض خليفة. هنا الملائكة اللي شغلهم الشاغل غير يعبدوا الله سبحانه وتعالى خافوا وقالوا يمكن هاد الخليفة غيدير كيف ما داروا اللي قبل منه، غادي يقتل ويسيح الدم ويفسد في الأرض. لكن الله عز وجل خبرهم باللي راهم ما عارفينش الغاية من خلق آدم، فأمرهم وقال لهم جمعوا حفنات من التراب ديال الأرض من كل اتجاه، فنزلوا الأرض وجابوا تراب أشكال وألوان. داكشي علاش حنا بنو آدم كلنا أشكال وألوان. فجمع الله سبحانه وتعالى داك التراب وجعله في أحسن تقويم، بلو بالما حتى ولا طين. شوية داك الطين ولا يابس ولا فيه واحد الصوت بحال صوت الفخار. بقى هكاك مدة طويلة. واحد المرة دازو من حداه الملائكة تفزعوا منه ملي شافوه، واللي تفزع أكتر منهم هو إبليس. كان إبليس من الجن، ولشي سبب ما تيعلم به غير الله سبحانه وتعالى كان إبليس في الملكوت الأعلى. ربما كان عنده شي شان عظيم حيت كان في منزلة الملائكة. كان إبليس فين ما تيدوز حدا آدم اللي كان مازال ديك الساعة طين كان تيتعجب وتيبقى يقول شنو ممكن يولي هاد الطين. هنا بدا الحسد تيدخل لقلبو. قال الله للملائكة ومعهم حتى إبليس إلا نفخت فيه من روحي سجدوا ليه. ومنين وصل الوقت اللي بغاه ربي نفخ فيه من روحه وكملت الخليقة ديال سيدنا آدم. كلهم الملائكة نزلوا سجدوا ليه إلا إبليس مبغاش يسجد، منعو التكبر ديالو من أنه يطيع الله. فسولوا الله سبحانه وتعالى مع أنه عارف السبب، لأن ربي تيعلم الغيب وتيعرف حتى شنو تيدور في الخاطر. قال لي علاش ما بغيتيش تسجد لآدم؟ هنا غيبين إبليس على حقيقته. قال لي أنا أحسن منه، أنا خلقتيني من نار وهو خلقتيه من طين. فكانت هذه أول معصية تعصى بها الله سبحانه وتعالى في السماء في الملكوت الأعلى. فكانت النتيجة أن الله نعل إبليس وطردو من رحمته ولا ملعون حتى ليوم القيامة. وعوض ما يطلب إبليس سماحة من الله ويستغفر عاد ما زاد فيه، طلب منه قال ليه خليني حتى ليوم القيامة. فربي وافق باش يكون هو الاختبار ديال بني آدم. بدا تيتحلف وتيقول غادي نغوي آدم والذرية ديالو. فربي توعد بالعذاب الأليم لأي واحد تبعو من البشر. إبليس كان مغرور متكبر وجاحد بنعمة الله، وكان رمز من رموز الشر. كانت إرادة الله عز وجل يعلم الملائكة الحكمة من الخلق ديال آدم. فعرض قدامهم بزاف ديال الحوايج وسولهم على الأسماء، شنو سميت هادي شو سميت هادي.
فجاوبوه وقالوا ليه: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هو يقول لآدم: آدم قل لهم الأسماء. قالهم آدم كاملين. هنا فهموا الملائكة الحكمة علاش تخلق سيدنا آدم. فدخل آدم الجنة وبقى عايش فيها، تياكل من خيرها والثمار ديالها وتشرب من الأنهار ديالها وتيضلل بالظلال ديالها، كلشي متوفر فيها. لكن آدم حس بالوحدة. واحد النهار نعس ومنين فاق لقى واحد المرأة حداه وسولها: شكونتي؟ قالت ليه: أنا حواء. فخلق ليه الله سبحانه وتعالى أمنا حواء من الضلع ديالو هو ناعس. قال لهم: ربي دخلوا الجنة، كلوا شربوا تنعموا فيها، كل شي حلال لكم إلا هاد الشجرة ما تقربوش ليها. وحضرهم من إبليس وقال لهم: راه هو العدو ديالكم. هنا بدات المعركة بين إبليس وآدم وحواء. كيفاش يدير إبليس باش يخلي آدم يعصى الله؟ بدا يدخلهم بالتي هي أحسن، شوية بشوية. تيقول لهم: إلا كليتو من هاد الشجرة غتوليو ملكين مقربين من الله وغتصبحوا خالدين فيها، ما عمركم تموتوا. لكن آدم ما تشدش ليه. دازت المدة ودازت، كل مرة تيخرج ليهم إبليس بصورة تيوسوس ليهم باش ياكلوا من ديك الشجرة. واحد المرة وسوس ليهم، لكن هاد المرة حلف وقسم بالله باللي هو غير تينصحهم. آدم هنا طاق بيه ونسى باللي ربي حضرو من قبل باش ما ياكلش من ديك الشجرة. ربي عيط ليهم وقال لهم: ياك نهيتكم على هذيك الشجرة؟ بقاو تيبكي وتيطلبوا الله يغفر ليهم، ندموا ندم شديد وقالوا: صافي هنا العقوبة غادي تنزل علينا. لكن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة. ربي نزلهم من الجنة للأرض كاملين، آدم وحواء وإبليس. كانوا آدم وحواء نادمين وغير تيبكيو، تابوا توبة صادقة، فتقبل منهم الله توبة وقال لهم باللي الأرض فيها كل ما تحتاجوه، غادي تعيشوا فيها وتموتوا فيها وتبعتوا منها. بقى آدم يخدم في الأرض ويعمر فيها ويبني ويعلم ولادو باش يعيشوا على عمل الخير ويبعدوا على الشر، وخصوصا تينبههم وتيحذرهم من العدو الشيطان. وقبل ما يموت جمع ولادو ووصاهم على اللي ينفعهم في حياتهم، وخبرهم باللي الله تعالى غادي يرسل للناس رسل وأنبياء باش يوجههم لعبادة الله. وخا تختلف اللغات وتختلف الأشكال، لكن الرسالة وحدة. واحد النهار تتفاجئ أمنا حواء بالملائكة داخلة عليها وفي يديها الكفن. حواء وقفات قدام آدم عليه السلام بحال بغات تحميه وبحال كتقول ما تديوش. وقف آدم عليه السلام وقال لها: إليك عني، أنا جيت قبل منك وخليني بيني وبين ملائكة ربي. وفعلا خدات الملائكة روح أبو البشر، كفناتو، صلات عليه ودفناتو، وهنا بكات عليه جميع الخلائق والحيوانات 7 أيام. مرات من بعد الموت ديالو سنة وحدة، وماتت أمنا حواء ودفناتها الملائكة كذلك. هنا تتسالي قصة سيدنا آدم عليه السلام، واللي عجباتو بطريقة سرد القصة يضغط على زر الإعجاب، وإلا كنتو جداد شاركوا الفيديو مع أصدقائكم. وإلى اللقاء في فيديو جديد وقصة جديدة. دمتم في رعاية الله.